السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل صينية سمك في الفرن بطريقة حلوة جدا جدا، بتتبيلة حلوة جدا جدا. هتعجبكم ان شاء الله. شايفين شكله ما شاء الله حلو جدا جدا، وريحته وطعمه مش قادرة اقول لكم عجب الزبونة قد ايه، وكان مبسوط منه جدا. تعالوا نشوف مقاديرنا النهاردة ونشوف وصفتنا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا بقى معايا صينية كده اللي هاعمل فيها السمك، هاتبّل فيها هانزّل فيها كل الخضروات اللي أنا محتاجاها، وهنتبّل السمك منها برضه. ده معايا سمك مكرونة، ده كان كيلو سمك مكرونة تمام، بس أنا قطّعته كل واحدة قطّعتها نُصّين كده. لو حابة تعمليه سلام زي ما هو هتشرّحيه بس كده بالسكينة، وهتعملي الواحدة بوحدتها ما فيش مشكلة. طبعًا أنا غسلته كويس جدًا، جدًا، ونقعته شوية في شوية دقيق وليمون وشوية ملح، وبعد كده شطفته كويس وحطيته في مصفى يصفي من المية كويس جدا. تمام كده. الخضار اللي معايا هنا بقى، معايا بصلاية متقطعة بالشكل ده، ومعايا كمان طماطم، ومعايا فلفل، ومعايا شوية صغيرين من الكزبرة الخضراء. طبعا كله متقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنزلهم كده بقى على في قلب الصينية اللي احنا هنشتغل فيها، وهاقلّب كل المكونات كده مع بعضها، وهاضيف كده التوابل. معايا شوية من الملح وشوية كزبرة وشوية كمون وشوية من الفلفل الأسود، وكمان شوية من التوابل اللي أنا باعملها في البيت. تمام، دي مجموعة توابل كده باضيفهم على بعض، باضيفهم على الأكل وكده بيخلّي ريحة الأكل وطعمهم حلو جدًا. هاقلّب التوابل مع الملح كويس جدًا، وهاعصر كده ليمونية كبيرة. لو الليمون صغير شوية عندِك تعصري ليمونتين. الخلطة دي بقى حلوة جدًا، تاكليها ما تشبعيش منها. وكمان هنا معايا ده فلفل فرماه كده في الكبة، بابقى أتبّل بيه السمك وكده مع توم، ده فلفل مع توم. هاضيف كده معلقة كبيرة، وهاقلّب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها كويس جدًا عشان الملح يبقى الخضار كلّه اتشرّب من الملح اللي إحنا حاطينه والتوابل. يا ريت لو أنتم مكملين يا بنات معايا الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت تعملوا لايك للفيديو. هاستناكم تجربوا السمك بالطريقة دي. ممكن تعملي على فكرة سمك ماكريل برضه بنفس الطريقة، هيبقى حلو جدًا. ممكن أي سمك أنتِ حاباه ممكن تعمليه بنفس الطريقة، برضه هيطلع حلو جدًا. أنا كان مطلوب مني السمك المكرونة، فقُلت أصوّره معاكم كده ونشوف الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. هاشيل بقى كده نُص الخضار ده كده، وهاحطه في طبق، وهاخد وهاسيب النُص التاني هافرشه كده في الصينية، في أرضية الصينية. أنا مش هاحشي مش هاحط جوّه السمك ملح وتوم والكلام ده لأ، أنا هاضيف من الخضار ده في قلب السمك، زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا الخضار فيه التوابل وفيه الملح وفيه التوم وفيه كل حاجة. هابتدي كده أرُص في الصينية. طبعًا أنا أول ما ابتديت أعمل الوصفة ولّعت الفرن يسخن. أرُص كده السمك في الصينية بالشكل ده. الخلطة دي بتاعة السمك دي حلوة أوي، أوي. ممكن تعملي بيها أي سمك أنتِ حاباه، هتعجبِك إن شاء الله. تعملي بقى جنب منه شوية رز، وتعملي جنب منه شوية بتنجان مشوي، وشوية سلطة، وبألف هنا وشفا. بقيت بقى الخضار كده هاضيفه بقى على وش السمك.
خلاص كده تمام، أنا مش هاغطيه بورق فويل ولا هاغطيه خالص، أنا هادخله الفرن زي ما هو كده، مش الصينية مش هاغطيها. هارُش بقى كمان على وشه كده معلقتين كده من الزيت، ما تكتريش زيت، هُم بس معلقتين كده على وش على وش السمك. ما شاء الله شكله ريحته من قبل ما تخش الفرن كانت حلوة جدًا. حُط بس كده معلقة زيت كده بسيطة على وش الصينية بالشكل ده، وبس كده. دلوقتي أنا هادخّلها الفرن على الرف على الشبكة بتاعة الفرن، وهاعلّي النار من تحت، وهاهدّيها شوية من الفوق، مش هاعلّيها أوي من فوق، هاهدّي بس النار أخلّيها وسط كده، وبعد ما تطلع من الفرن نشوفها. بسم الله اللهم بارك، السمك كان طالع ريحته حلوة جدًا، جدًا، وكانت ريحته ما شاء الله، وطعمه يعني الزبون شكّر فيه جدًا، هيعجبكم إن شاء الله جرّبوه. شايفين شكل السمك عامل إزاي، وشكل التتبيلة اللي إحنا عملناها، وشكل الخضار، ما شاء الله حلو جدًا. طبعًا هتضيفيه بقى في طبق، وترشّي عليه شوية من الكزبرة الخضرا، وبألف هنا على قلوبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي وطريقة التقديم بتاعته في أول الفيديو خالص. واشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.